انا نفسي اعرف مين اللي اشترى محمد بن رمضان في النادي الاهلي عشان اضرب له تعظيم سلام. هو انتوا بتستغفلونا يا جدعان؟ يا اهلاويه، ما بالراحه بالراحه يا عم الحاج علينا والله العظيم. ازاي لاعب بحجم وقيمه محمد بن رمضان، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، امسك الخشب عشان انا عارف ايه التعليقات. ازاي لاعب بقيمه محمد بن رمضان تشتروه ب 2 مليون دولار؟ انتوا ازاي يعني؟ انتوا عايشين ازاي يعني؟ اللي هو الواد ده كان اهلاوي من صغره، 26 سنه و2 مليون دولار، ازاي؟ طيب هيجي لك بالتفاصيل. الجزء الثاني، خلاص النادي الاهلي على اعتاب خطف بنتايك من نادي الزمالك، بس ما اقدرش اقول غير كده اقسم بالله، وخلصت ورسميا وعاجل ومليون عاجل كمان. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللايك الجميل الحلو اللي زيك الرايق ده، وصلي على سيدك وحبيبك في التعليقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعمل مشاركة على قد ما تقدر عشان الفيديو ده فيه حرقان وشياط للصبح يا واد عمي والله. طيب يا سيدي، محمد بن رمضان النادي الاهلي اشتراه ب 2 مليون دولار. حلو جميل. طيب، محمد بن رمضان عنده 26 سنة، رجع من كاس العالم جايله عرض ب 8 مليون دولار. يعني النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله، امسك الخشب امسك سقف العربية، هيكسب فيه ده لو عاوز يكسب فيه، هيكسب 6 مليون دولار صافي. امين يابا امين. مين الجهبذ، مين العبقري اللي جاب محمد بن رمضان بالسعر ده؟ طيب، انتوا عارفين محمد بن رمضان من سنة كان سعره 6 مليون دولار، قعد السنة الاهلي صبر عليه سنة جابه ب 2 مليون دولار. ايش هذا؟ ايش تكون يا اداره النادي الاهلي؟ وبعد كده يطلع لي واحد زملكاوي يقول لي يا عم اسكت يا عم انت شغال بتنفخ فيهم، دي ارقام يا جلنف يا ابن الجلنف، ارقام. طيب، الجزء الثاني خلاص خلصنا محمد بن رمضان. الجزء الثاني يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد. بنتايك وصل عرض رسمي لنادي الزمالك. من فين؟ من الدنمارك. بتقول ايه؟ من فين من الدنمارك. والله من الدنمارك. عرض رسمي. وما زال مجلس إدارة نادي الزمالك منعقد لاتخاذ الرأي في موضوع بنتايك. يا عيني، يا اوعى الدنمارك، اوعى، دي سكتها وحشة انا عارفها الدنمارك. يا مام عاشور الدنمارك 6 شهور ويرجع الدنمارك. ده انت لسه مجدد له، ده انت لسه واخد فلوس من بيراميدز ودفعت في الموضوع ومخلص الدنيا. هتبيعه وهياخدوا النادي الاهلي كده كده عاوز له فرده باك شمال وبس، وتبقى اتعشت معاه. وبنطايق مش هيلاقوا اجمل منه، سريع ومهاري ويعني وسرعات زي ما انت عاوز تقول قول. بنطايق جاي له عرض من نادي دنماركي، وصل الفاكس اليوم لحسين لبيب، وما زال المجلس منعقد. بص يا سيدي، بص يا عمي حسين لبيب، لو عاوز تلقى لك قرشين القى لك قرشين، بس عوضنا. اصل انت كده كده هتبيع، انا عارفك انت اول ما تسمع سيرة الدولارات وبيع اللعيبة تبيع. انا عارفك والله مرتاح فيكم كلكم. بس بنطايق انا بقولها لك، هيروح النادي الاهلي رسميا، وطلعت وقلتها لك من شهر والفيديوهات بتاعتي قاعده. قلت لك بنطايق الاهلي بيحرجم عليه، وطالما الاهلي بيحرجم على لاعب او حط عينه على لاعب، اعتبر الموضوع خلصان، اعتبر الموضوع مساله وقت. وبنطايق لو راح النادي الاهلي هيفرق كتير، فرق السماء والارض. فخلي بالك يا لبيب، خلي بالك ما تفرحش بشوية الدولارات، عشان الخطيب هيلعب معاك، الكابتن محمود الخطيب هيلعب معاك لعبة القط والفار، او الفيلم بتاع السبع قلامة، وشكله ده القلم السابع. بسلم لي على مدام لميس. سلام عليكم.